كنا على طول بندخل ماتش القمة واحنا حاطين بطيخة في قلبنا ومطمنين ان هنكسب. المرة دي اول مرة نحط ايدينا على قلبنا ونقول ربنا يستر. هو ايه اللي بيحصل في غرفة الملابس في النادي الاهلي؟ وايه العقوبات اللي حطها وليد صلاح الدين؟ ومين مدرب الاهلي الجديد؟ وايه اللي هيحصل لو الزمالك كسب ماتش القمة؟ وايه اللي يحصل لو الزمالك خسر ماتش القمة سواء في النادي الاهلي او في الزمالك؟ ماتش القمة المرة دي يا جماعة من اهم الماتشات في تاريخ الفرقتين. هتقول لي ليه يعني ما ماتش في الدوري عادي؟ لا، اقول لك ده مش عادي. الماتش ده هيموت فريق وهيحيي فريق سواء الاهلي او الزمالك. هتقول لي يا عم مش للدرجة دي. اقول لك خد مني وما تراجعش ورايا، الماتش ده اهم من الماتش اللي هيبقى في الجولة التانية. قبل ما اقول لك ليه وارد لك على كل الاسئله ديت، عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات عشان يجيلك كل جديد، وتدعي لاخواتنا في غزه. ويلا بينا نبدا. هو اللي بيحصل في غرفه الملابس في النادي الاهلي؟ غرفه الملابس في النادي الاهلي في اسوأ حالاتها، النفسيه مش احسن حاجه. كل اللعيبه مع بعض مش صافيه، كل واحد عايز يبقى انا نجم الفريق الاول. طبعا كلنا شفنا لقطة ياسر ابراهيم مع مروان عطية بعد ما اخد رجل المباراة. طب بالذمة ده كلام؟ وبعد كده طلعوا اعتذروا هما الاتنين لبعض وطبلوا لبعض. السوشيال ميديا طلع قرار اللي اي حد هيتكلم في السوشيال ميديا من اللعيبة وينزل اي حاجة سواء يشكر لاعب يشكر جمهور يشكر في نفسه يسيب، هيتخصم منه 2 مليون جنيه. انت متخيل يا راجل؟ ده لو مكانه ابيع الموبايل اصلا. حلو الكلام دوت. مش بس كده، وليد صلاح الدين قفل الباب على كل اللعيبه بقى. سيبك بقى من النفسيه، كل شويه لعيب ينط لك انا عايز اجدد العقد بتاعي، عايز امدد، عايز ما مددش، عايز فلوس، عليا قسط فيلا، عليا قسط شقه. الكلام ده كله اتلغى. احنا الاداره اللي نيجي نكلمك، ما تجيش تكلمنا غير قبل انتهاء مدتك. ده مبدئيا. تاني حاجه وليد صلاح الدين قفلها، اللاعب اللي يتدلع على الاهلي مش موجود خلاص، انتهى. امام عاشور اخدها في وشه، مش هنتفاوض معاك دلوقتي، قدامك 3 سنين، بعد 3 سنين تعالى كلمنا. جه امام قال لهم طب انا عايز ازود، بلا تزود بلا ما تزودش، احنا هنلغي كل الكلام ده وهيبقى فيه كل واحد نسبته على حسب الاداء اللي هيعمله في الملعب. طيب وايه كمان؟ ريبيرو المدرب السابق كان مبهدل اللعيبه بدنيا، ما تفهمش ازاي. كان عايز يعلي مستواهم البدني، بالعكس ده وقعهم. اللعيبه في بدايه الموسم ومفيش ماتشات ولا افريقيا ولا حاجات كتير وبقى بيجي لهم اصابات، نص الفريق عندك متصاب. ده يخلينا نخش للفقره الثانيه. انت داخل ماتش الزمالك وعندك غيابات بالجمله. هقول لك ممكن بنسبه 90% قفشه هيرجع، تمام، والحمد لله بن رمضان رجع، بس عندك امام عاشور مش راجع، عندك زيزو بيحاول ومش راجع. طبعا مصلحه النادي الاهلي مهمه، بس مصلحه اللاعب اللي هو يخف ويكمل شفاء على خير عشان يقدر يكمل اهم. بس بصراحه اللي وصل لي من المصادر الخاصه اللي اللاعب بيعمل من جلستين ل3 جلسات تاهيل واستشفاء عشان يلحق ماتش القمه. الراجل بيقاتل عشان يلحق ماتش القمه. بجد زيزو من احسن الصفقات اللي جت في الفتره الاخيره، احسن من تريزيجيه، احسن من بن شرقي، ياسين مرعي. انا اقول اللي ليا واللي عليا. ياسين مرعي خلاص معانا ان شاء الله، يعني رجع من الماتش اللي فات ومعانا. كان عندك اصابات تانية قبل ماتش قمه مهم جدا. ده يخلينا نخش للنقطه اللي بعد كده. المدرب الجديد البرتغالي برونو لاج ولا لاج، المدرب البرتغالي. يعني هو سامعك بتقول لي قول لي مميزاته وقول لي عيوبه. عجبني السؤال. بص يا باشا، مميزاته في السريع جدا ان هو بيقدر في وقت قصير يعني يخش الفريق، لو الفريق فيه لخبطه يلم الفريق ويحقق معجزه، ياخد دوري ياخد كاس في اسرع وقت ممكن، بيعرف يعمل كده. وشخصيته رغم ان هي هاديه، بس شخصيته مع اللعيبه اللي بتقل ادبها او بتتجاوز او ما بيعجبهاش الوضع بتبقى شخصيه شديده، بيعرف يبقى ليه كلمه. الفريق بتاعه احسن منه، يعني الفريق بتاعه ما شاء الله. انا بقول لك الفريق بتاعه سبب نجاحه، يعني ان شاء الله ممكن يلم. بص هم جايبينه من اخر عشان ابقى صريح معاك، عشان يلم لنا الدوري وافريقيا بالمستوى ده، وهو يقدر يعمل كده. طب ايه عيوبه؟ عيوبه اللي تاني موسم بيبقى سيء سيء سيء. مفيش فرقه كمل فيها سنه كامله، تمام، من تاني موسم بيبقى سيء. خلاص اتعرف خطته واتعرف طريقه لعبه، فالفرق انا لعبتك قبل كده وعملت معايا كده فهقفل معاك. ما عندوش حاجات جديده يقدمها بقى، ده لسبب خبرته القليله برضه. فعيبه كمان اللي هو مفيش فريق كمل فيه سنه وكل الفرق مشي منها الفريق. طب هم اللي مشوه، مش هو مثلا قال لهم لا انا ماشي عشان نروح فريق اعلى، لا،
تمت اقالته في كل الفرق اللي دربها. اخر اقاله من بنفيكا وجابوا بداله جوزيه مورينهو اللي هو اصلا بقى اي فريق بيمشيه اساسا. نرجع تاني للنقطه المهمه بتاعت الحلقه بتاعت النهارده، ايه اللي هيحصل في ماتش الاهلي والزمالك بالنسبه للزمالك لو الزمالك خسر او لو الزمالك كسب. ماتش الزمالك ده يا جماعه زي ما قلت، ماتش الاهلي والزمالك ده يا جماعه من اهم الماتشات زي ما قلت لكم، لازم الاهلي يكسب. طب هتكلم كأن انا زملكاوي، ايه المفروض الزمالك يعمله؟ المفروض الزمالك اول حاجه قبل الماتش ده يصرف مستحقات اللعيبه. مستحيل اللعيبه بقى لها 3 شهور ما بتاخدش مستحقات. اول حاجه يصرف مستحقات اللعيبه. تاني حاجه اللعيبه تكون عارفه وتركز اللي انا الماتش ده اهم ماتش بالنسبه لي، انا لو كسبته هفرق عن الاهلي اقوى منافس في الدوري، وهفرق حبه حلوين برضه على بيراميدز. بيراميدز ليه مؤجلات، لان انا عايز انافس. الزمالك يا جماعه لو كسب الماتش ده حرفيا الزمالك هيبقى وحش في كل البطولات، وهيبقى عنده دافع ورغبه قويه جدا 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 جدا. وبقول لك الزمالك لو كسب الماتش ده بنسبه 90% هياخد الدوري. للدرجه دي؟ للدرجه دي يا حبيبي. امال انت فاكر ايه؟ انت هتهزم المنافس المباشر ليك مباشره. يعني هيبقى كأن الاهلي خسر 6 نقط. هقول لك اتكلم على بيراميدز بس في الاخر، خليها في الاخر. تاني حاجه لو الزمالك خسر، انا بقول لك اراهنك على اللي انت عايزه. الزمالك لو خسر الماتش ده الزمالك هيتحول من حال لحال. شفت الزمالك دلوقتي في الاول واداء وبيعمل اللي عليه واللعيبه متماسكه وسايبه مستحقاتها وعنده استعداد ينافس في كل البطولات. الزمالك بقى لو اتغلب الماتش ده هتلاقيه وقع في الدوري، هتلاقي اللعيبه بدات تبقى في مشاكل وعايزين فلوسنا. هتلاقي جون ادوارد هاتوا الفلوس اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم، تمام. وبدأوا ايه الهرج والمرج، والزمالك هيقع وقعه. انسى بقى الزمالك السنه دي والسنه الجايه اصلا. نيجي بقى للاهلي. الاهلي دوت يا اهلي يا اداره الاهلي يا لعيبه الاهلي، انا مشجع اهلاوي متواضع بقول لك الماتش ده مش هتاخد الدوري غير لما تكسبه. طب ينفع تعادل؟ لا، مش هتاخد الدوري غير لما تكسبه. على السكه وعلى الدغري. الماتش ده مهم جدا. اولا هتقتل المنافس ليك الزمالك، هتقتله. انا بقول لك هتقتله. الزمالك هيقع بعد الماتش ده لو اتغلب. تاني حاجه فرصتك في الدوري هتعلى، لان في وحش هتكلم عنه جايلك. فيمين شمال لازم الاهلي يكسب الماتش ده. كابتن عماد النحاس بصراحه اقول كلمه حق، مستلم الفرقه متدمره نفسيا وبدنيا، هو وكابتن وليد صلاح الدين، وبيحاولوا يظبطوا الموضوع. فبجد شابوه ليكم. نيجي للنقطه الثانيه، نادي بيراميدز عمل اداء عالمي مع الاهلي السعودي وكسبوا في ملعبه، في ملعب مخيف جدا. معروف على الملعب دوت اللي هو ملعب مخيف يخوف اي فريق يخش فيه، تمام. وبيراميدز ولا كانه خاف، ولا كانه فريق عالمي، ولا كانه بيلعب نجوم عالميين كانوا بيلعبوا في الدوري الانجليزي والاسباني. بيراميدز عمل اداء مذهل بصراحه. انت متخيل الفريق دوت هيرجع لك في مصر يا اهلي وزمالك؟ الفريق ده بقى مرعب. الفريق ده هينافس السنه دي على دوري الابطال ومش بعيد يكسبها او مش بعيد يكون في النهائي. اداره الاهلي لازم تعمل وقفه قدام الفريق دوت، لازم تشوف هتصد الفريق ده ازاي. احنا اتلسعنا منه اول ماتش، ولو واجهناه بالمستوى ده هنتلسع منه تاني. نيجي نقطه مهمه يا جماعه، ما دام وصلت لهنا يبقى انت حبيت المحتوى، يبقى لازم تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات عشان يجيلك كل جديد. ونورتوني، ورب تكون الحلقه عجبتكم. وبس كده.